في اتنين وولفز نزلوا جديد. اول واحد منهم فيلم ذا وولفز، وده نزل على ابل تي في. انا شفت منه اول 10 دقايق بس، الامبريشن بتاعي عنه ان هو بوزيتيف، ممكن نتفرج عليه. هو فيلم كلاسيكي كوميدي ادفنتشر، بطولة جورج كلوني وبراد بيت. في واحدة راحت فندق ومعاها راجل، لسبب ما الراجل ده اتقتل، مات يعني. انا مش بحرق لكم، ده اول حاجه في الفيلم اصلا يعني. فبتجيب جورج كلوني عشان خاطر يحاول ينقذها من الورطه دي ويخلصها من المصيبه. بتكتشف ان الفندق مركب كاميرات من ورا الجاستس برضو عشان خاطر يطمن عليهم. فبيجيب براد بيت عشان برضو يخلص الفندق من هذه المصيبه، والاثنين بيضطروا يتعاونوا مع بعض مع ان هم مش طايقين بعض. فده القصه من الاخر. فيلم كلاسيكي لطيف، شكله حلو. فهبقى اروح اكمله، اخلص بس ده واروح اكمله. تاني وولف هو مسلسل بريليانت مايندز على وسام بلس. بيتكلم عن شخصية دكتور أوليفر وولف. وأنا حاسس إن هو إحنا ماشيين في سكة هاوس. هو برضو نفس الدكتور عنده مشكلة إنه ما بيعرفش يشوف الوشوش، وبيحاول يعالج الناس من المشاكل النفسية والعصبية. هو نفس تركيبة هاوس، بس هو غالبا انا هو نزل منه حلقة واحدة بس، البايلوت على او اس ام بلس. فده اللي انا فهمته. طب هل ده مشكلة ان هو يبقى بيزد ان هو يعمله دكتور هاوس تاني؟ لا، لان دكتور هاوس اصلا بيزد على شخصية شيرلوك هولمز لارثر كونان دويل. فتمام يعني، مش مشكلة ان هو بالانفستيجيت والراجل عنده مشكلة. زي برضو هاوس كان مدمن المسكنات، وشيرلوك هولمز كان مدمن افيون او كوكايين، مش فاكر، بس هو كان مدمن حاجه يعني. وعلى فكره، وممكن نقول برضو ان شخصيه دكتور رفعت اسماعيل اللي كتبها دكتور احمد خالد توفيق، برضو فيها نفس السكه يعني. وده انفستيجيتور وما هواش الهيرو المعتاد، بس رفعت اسماعيل كان مدمن سجاير يعني ممكن نلاقي فيه حاجه ما بينهم، يمكن اكون انا بفتي. في برضو على ابل ابتديت اتفرج على مسلسل وي كراشت. ما اعرفش انا ليه ما اتفرجتش عليه يعني بصراحه. يعني هو فيلم نازل من زمان، يعني اللي هيقول لي ده فيلم قديم وشفناه انا عارف، انا ما اعرفش ليه ما شفناهوش. فيلم بيزد على قصه حقيقيه عن شركه ابتدت من الصفر، اللي هي وي ورك. وي ورك ده اللي هو الكوميونال، اسمه ايه ده؟ عارفين اللي هو الورك سبيس. الورك سبيس اللي احنا بنروح في ابلكيشن اسمها هوت ديسك تقول لك ايه الورك سبيس اللي حواليك. بتأجر ديسك، وده كانت فكرة يعني ثورية ساعتها، ان هو مش لازم تبقى الشركات في المكاتب، لكن لا، احنا ممكن كلنا نشير الشغل وكلنا نروح نشتغل. والحلم اللي هو الجميل ده، اللي هو انا بروح الكافيه، بفتح اللابتوب الابل بتاعي، بتجيلي الفكره او ماي جاد ام سو كرييتيف. فبعمل شركه ب 2 مليار دولار وبروح بيتنا انام. يعني دي الفكر اللي هو اتباع للميلينيالز، ونفس الفكر اللي بيتباع النهارده الجينزي. وعلى فكره هو نفس الفكر اللي اتباع لنا احنا. المفروض انا من جين اكس، من جنريشن اكس، اللي هو الدوت كومز. يعني هو الفكره دي عمال بتتباع من زمان، هي بس عشان ما حدش يفتكر ان الميلينيالز والجين زي دي هم اللي اتبعت لهم هذه الفكره. لا، احنا اتباع لنا الدوت كومز، وحصل كراش للدوت كومز دايما. اللي هو كل حاجه بقت دوت كوم، كل حاجه بقت اونلاين. بقى في حاجه اسمها جديده اسمها انترنت، يلا اطلع 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 اطلع، دريب كراش. دي قصه معتاده يعني. فمسلسل وي كراشت على ابل بيتكلم على ازاي الادم الفاوندر بتاعها ابتدى من الصفر وطلع بسرعه، وايه اللي هينزله. يقول لي انت بتحرق، هو اصلا المسلسل اسمه وي كراشت يعني في كراش. فما حرقتش حاجه، ما حرقتش حاجه. فدي الحاجات اللي انا بتابعها دلوقتي. فقولوا لي ايه رايكم بالمسلسل بالمناسبه، في فاصل من اللحظات اللذيذه برضه هتلاقوه على يانجو بلاي. انا لقيته على يانجو بلاي، ولقيت معاه شيء على يانجو بلاي. فده كان الملخص، ايه الحاجات اللي انا بشوفها الايام دي. فقولوا لي بقى انتوا بتتابعوا ايه؟